ده تعادل النادي الاهلي قدام فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجوله الرابعه من بطوله دوري ابطال افريقيا، الماتش اللي النادي الاهلي ما نجحش يرجع فيه غير بنقطه واحده بس من الاراضي الجزائريه، وفي الوقت اللي كان مارسيل كولر بيقول فيه ان ده طبيعي جدا ان الفريق يظهر بالاداء ده، لان بقى لنا حوالي 40 او 50 يوم ما لعبناش مباريات رسميه. لكن الحقيقه كانت بتقول ومفهوم طبعا ان الكوتش يتكلم بالشكل ده عشان يمتص الحماس الجماهيري والنقد الجماهيري على اللعيبه، لكن على ارض الواقع كان في حوالي 70 او 80 او يمكن 90% كمان من اسباب كانت موجوده في الملعب خلت النادي الاهلي يظهر بالمظهر اللي شفناه على مدار الساعات اللي فاتت. ايه هي الاسباب دي؟ تعالى بينا نعرف بالصور وبالفيديو تحليل رقمي، لكن في البدايه وكالمعتاد الدعاء لاخواتنا في فلسطين بالنصر، يا رب ارحم ابي وهو كل امواتنا جميعا، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. خلينا ابدا باول نقطه واقول لك موديست. حد يقول لي طبعا انت هتيجي بقى تتكلم عن موديست وتسيب كل المشاكل اللي ظهرت في الفريق. بالعكس انا هفاجئك واقول لك ان انطوني موديست معليش عليه اي لوم في الماتش بتاع فريق شباب بلوزداد. ليه؟ انطوني موديست الكل عارف وظايفه وعارف امكانياته، هو مهاجم بوكس، مهاجم 18 بيستني السقطه واللقطه زي ما بنقول بالبلدي كده. عشان كده في وسط ما كان النادي الاهلي امبارح بيلعب على المرتدات ما كانش ينفع تبتدي بانطوني موديست، ما كانش هو المهاجم اللي يقدر ان هو يسعفك في نقطه ان هو يملى مساحات، يجري كتير، يساند الاطراف وهي بتصعد الهجمات المرتده، ينزل لمحاول الارتكاز عشان يستلم منهم اي كور. وعايز افاجئك واقول لك ان موديست حاول يجتهد كمان في ماتش امبارح ويقوم بالدور ده زي ما بعرض عليك في الخريطه الحراريه كده، قدر ان هو ينزل في نص الملعب كتير، يستلم كور كتير، لكن في النهايه حاله الفريق ما ساعدتوش. بالعكس انا يمكن اقول لك على حاجه هتفاجئك كمان، انطوني موديست امبارح ظهر بنقطه القوه الاصليه بتاعته، وهو قوته الكبيره جدا في الكور العاليه، وقدر ان هو يكسب من اصل التحامات هوائيه حوالي 90%. موديست امبارح كان فيه 7 التحامات هوائيه تدخل فيها، قدر ان هو يكسب 6 منها. اذا موديست عمل اللي عليه، لكن ظروف الماتش وطريقه لعب النادي الاهلي ما ساعدتوش، ودي كان حلها سهل جدا، ان كهربا هو اللي كان يبدا مكان انطوني موديست، المهاجم المتحرك المزعج اللي هيلعب في مساحات كتير، هيتطرف على الاطراف، هينزل يستلم الكوره، وهو ده اللي افتقدناه لغايه اما موديست خرج في الدقيقه 80 تقريبا. تعالوا بقى للسبب الثاني، وهو حد يقول لي ايوه طاهر محمد طاهر، انا مستنيك تقول الكلام ده. اقول لك لا، خلي طاهر محمد طاهر للسبب الثالث، لكن لان السبب الثاني ده حاجه ما حدش اتكلم فيها، وهو توظيف لاعب كان دخيل امبارح على خط نص النادي الاهلي بتوظيفه وبعودته بعد فتره طويله جدا في المركز ده. وهنا الكلام عن مين؟ عن اكرم توفيق. اكرم توفيق امبارح كان دخيل على منظومه خط نص النادي الاهلي، ومشكله اكرم توفيق انه يا جماعه بقاله كتير ما لعبش في المركز ده، يمكن بقاله سنتين دلوقتي ما شاركش مع النادي الاهلي في مركز محور الارتكاز. مش كده بس، مارسيل كولر شاركه كمان في محور الارتكاز رقم 8 مش رقم 6، يعني انت مش بترجع لاعب لمركزه القديم اللي بقاله شهور ما لعبش فيه او سنين، لا انت بتشاركه كمان في مركز جديد بوظائف جديده. مش كده وبس، انا عايز اقول لك على حاجه ثانيه، لو جينا اتكلمنا على طريقه لعب النادي الاهلي امبارح، انت فريق بتلعب على المرتدات قدام فريق بيحول خطته ل 4-5-1 في الحلقه الدفاعيه، اذا ايه المتنفس بتاعك في الصعود للمرتدات؟ طبعا احنا بنتكلم هنا على الاظهره اللي هيستريتشوا الملعب ويحاولوا ينقلوا الكره للثلث الهجومي، وهنا كان عندنا رقم كارثي اللي مشارك فيه بشكل اساسي اكرم توفيق. ليه؟ هقول لك محمد هاني وعلي معلول كانوا عاملين رقم صعب جدا امبارح يا جماعه، وهو ان الاثنين دول فقدوا الكره 30 مره كاكتر اثنين من لعيبه النادي الاهلي فقدوا الكره، محمد هاني 17 مره، علي معلول 13 مره. ليه؟ لان الاثنين دول وهم بيصعدوا كان عندنا مشكله كبيره جدا، مفيش حد يسنده عليه، لان مروان عطيه كان هو محور الارتكاز الوحيد المشغول بتغطيه المساحات، في حين ان اكرم توفيق في دور مش دوره، وكمان معاه امام عاشور كانوا منطلقين دايما قدام. زيد على كل الكلام ده بالنسبه لاكرم توفيق نقطه ان هو كان مارسيل كولر مديله وظيفه مهمه جدا امبارح، وهو انه بيحاول يخليه بيميل اكتر على الطرف زي ما بعرض عليك في الخريطه الحراريه كده، خريطه بتقول ان اكرم توفيق كان معظم الوقت رامي يمين خاصه في نص الملعب عشان محمد هاني يصعد عليه ويكمل هجوميا مع طاهر محمد طاهر، وده لانه وظيفه جديده تماما على اكرم توفيق شغلتنا او اثرت علينا من حيث الاداء الدفاعي، لدرجه ان فريق شباب بلوزداد يا جماعه امبارح مسدد حوالي تقريبا 18 كوره او 16 كوره، في منهم 9 من على حدود منطقه الجزاء. ليه؟ لان عندنا مروان عطيه الراجل من الاخر كان واقف لوحده على دايره ال 18، مش عارف يلاحق على مين ولا مين، اللي جاي يمين بيسدد، اللي جاي شمال بيسدد، كل كوره حرفيا موجوده على الاطراف وبترد عندنا نص الملعب، مفيش حد يفايت عليها، ومروان عطيه هو لوحده تماما اللي كان بيحاول يصطاد الكور دي، وده كان سبب كبير جدا في معظم الهجمات اللي قام بيها فريق شباب بلوزداد. وهنا بقى تعالى للسبب اللي بعد كده، السبب الثالث، طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر لو جيت سالت اي حد على ايه هي ميزته هيقول لك ان لاعب الورك ريت بتاعه عالي، ودايما مارسيل كولر بيعتمد عليه خاصه في الماتشات اللي بيبقى محتاج فيها حد يرجع يساند محمد هاني. لكن المشكله الكبيره جدا ان طاهر فضل موجود على ارض الملعب لغايه الدقيقه 80 تقريبا وهو ما بيقومش بالوظيفه
الوظيفه الاساسيه بتاعته. طاهر محمد طاهر الخريطه الحراريه اللي بعرضها عليك دلوقتي بتقول انه نادرا اما كان بيرجع ورا بخط النص، دايما كان بيكون متطرف، دايما كان بيكون بيحاول ان هو يسند هجوميا في وقت ما كانش اصلا في حد من النادي الاهلي بيصعد. عشان كده دي كانت مشكله عامه بالنسبه للفريق او الاجنحه بتاعتنا سواء طاهر او حسين الشحات، لان مفيش حد بيساندهم هجوميا ولا الاظهره قادره انها تصعد لانها مقفول عليها وكل الكور بتتقطع منها، بل وبتتحول هجمات مرتده كمان علينا حرفيا زي ما بتشوف دلوقتي معايا في الصوره. كل واحد من الاطراف الهجوميه بتاعتنا كان لما بتجيله الكوره كان بيجري في فدان وبيجري معاه في الفدان ده 2 أو 3 أو 4 لعيبه من فريق شباب بلوزداد. عشان كده كانت كل كوره حرفيا لينا في الثلث الهجومي فريق شباب ما بنقدرش نوصل بيها اصلا للمنطقه عشان نسدد. احنا امبارح خرجنا يا جماعه 0 تسديدات ما بين الثلاث خشبات لفريق شباب بلوزداد. كل ده ومارسيل كولر كان عنده حلول على ارض الملعب من غير حتى ما يقوم باي تغييرات يقدر ان هو يعدل اداء الفريق بشكل افضل. ازاي؟ كان عندك اكرم توفيق وارد جدا ان انت لو عايز تخليه فيت الثلاثي بتاع خط النص تنزله محور ارتكاز تاني جنب مروان عطيه، الاثنين يستريتشوا الملعب مع الاطراف يصعدوا بشكل كويس ويقفلوا دايره ال 18، وكمان امام عاشور يكون قايم بدور البلاي ميكر بشكل اكبر. بلاش اكرم توفيق، كنت ممكن تعمل حاجه تانية خالص، ان انت كنت ممكن تخلي بقى اكرم توفيق اصلا في مركزه الاساسي اللي هو محور الارتكاز رقم 6 ومروان عطيه اللي دايما كان مركزه الاساسي مع الاتحاد السكندري محور الارتكاز رقم 8 صاحب المهام الهجوميه. ده كان حل تقدر تستعين بيه، لكن للاسف يبدو ان مارسيل كولر كان في فكره في دماغه بيحاول ينفذها اللي هي شرحتها لك من شويه، لكن للاسف كان مصر عليها طول ال 90 دقيقه لحد ما اكرم توفيق ما ظهرش بشكل كان كل جمهور النادي الاهلي بيسال هو فين اللاعب وليه اداؤه كان ظاهر بالشكل ده. وهنا نيجي للنقطه الاخيره والخامسه، ان احنا فضلنا بالشكل ده يا جماعه طول 80 دقيقه تقريبا. تغييرات مارسيل كولر امبارح اتاخرت بشكل كبير جدا، عبال ما عدل بعد الدقيقه 80 قدرنا نشوف وقتها شكل مختلف للنادي الاهلي. وزي ما بعرض عليك هتلاقي وقتها ان النادي الاهلي اصبح اكثر شراسه، اصبح اكتر ضغط على لعيبه خط النص وعلى مهاجمين فريق شباب بلوزداد الجزائري، كان في كثافه عدديه بيقدروا يصعدوا بيها بشكل افضل على حدود المنطقه بالنسبه لفريق شباب بلوزداد. لكن المشكله انه كان في الوقت 10 دقائق كانت فاضله، لا اللعيبه اللي نزلت قدرت انها تعمل حاجه، واللعيبه اللي كانت موجوده على ارض الملعب كانت استنزفت بدنيا بشكل كبير، وبالتالي 3 أو 4 لعيبه نازلين في اخر 10 دقائق مش هيلحقوا يعملوا حاجه. 5 اسباب كان مهم جدا ان احنا نلقي الضوء عليها النهارده، لان بالتاكيد لو استمرينا بنفس الشكل ده قدام فريق ميدياما بالاخطاء اللي حصلت في التشكيل، يعني اتمنى ان ده ما يحصلش عشان نرجع بنتيجه افضل قبل مباراه مهمه جدا واخيره واكيد هتكون حاسمه في الجوله الاخيره من بطوله دوري ابطال افريقيا قدام فريق يانج افريكانز. انت كمان شاركني برايك في التعليقات، شايف في اسباب تانية ظهرت قدامك في الماتش ما اتكلمناش عنها في حلقه النهارده؟ ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في تحليل جديد قريب ان شاء الله. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.